السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، على أحلى أخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير دايما يا رب، ويا رب أشوفكم كده من المقبولين في كلية الشرطة أو الكلية الحربية أو معهد ضباط الصف بعون الله. مبدئيا كده قبل ما أتكلم عن الموضوع بتاع النهاردة، تمام، في آية قرآنية كده حلوة أو معنى صح فيما معنى الآية القرآنية دي. إنك أنت تدعي كتير ربنا، تمام، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ماشي. مفيش حاجه يا صاحبي مستحيله عن ربنا. انت كل اللي عليك هتعمل اللي عليك، انت مش هتخسر حاجه لما تدعي وتصلي، تمام. لما تدعي ربنا ان هو يكرمك ان شاء الله، وانت فاقد الامل انك انت تقبل في معهد ضباط الصف او ايا كان الحاجه اللي انت هتقدم عليها. مفيش حاجه بعيده عن ربنا ان هو يستجيب لك الدعاء، تمام. زي ما قال ربنا وقال ربكم ادعوني استجب لكم. انت خلي عندك كده طاقه ان ربنا هيستجيب لك. يعني ما تقولش انا فضلت ادعي وانت ما اتقبلتش او ربنا لسه ما كرمكش، تمام. ان شاء الله ربنا هيكرمك سواء دلوقتي، السنه اللي جايه، السنه اللي بعديها. اوعى تيأس. دي بس مقدمه بسيطه كده للناس اللي فقد الامل من ناحيه التقديم او من ناحيه ان عندها مشاكل في العيله او عندها مشكله مثلا في اللياقه البدنيه بتاعتها وخايفه ان هي تسقط. ماشي يا رجاله. اما الموضوع بتاع النهارده اللي انا هتكلم عنه ان شاء الله، واللي هو الجزء الثاني من اهم النصايح اللي انت تعملها قبل ما تدخل الكشف الطبي الخاص بمعهد ضباط الصف دفعه 163. بص يا صاحبي، انا اتكلمت عن الجزء الاول واتكلمت كانوا 5 نصائح، تمام. انا الثلاث نصائح دول او النصائح اللي هتكلم عنها في الفيديو ده لسه مفتكرها يعني من امبارح، فكان لازم ان انا انبهك بيها، تمام. فمبدئيا كده النصيحه الاولى ودي يعتبر مهمه جدا، انك انت تاخد معاك شنطه، تمام. شنطه كتف او شنطه يد، ايا كان الشنطه اللي انت تاخدها معاك. السبب انك انت هتقلع هدومك، هتحطهم في الشنطه دي عشان خاطر ما يبهدلوش، لان ممكن ان الهدوم تقع في الارض بتاع كده من كثره العدد، والناس كلها طبعا بتقلع وكده، تمام. زائد انك انت هتحط ساعه، هتحط خاتم، هتحط فيها اي حاجه انت واخدها معاك، فلازم انك انت تحطها في الشنطه دي، تمام. دي نصيحه الاولى اللي انت لازم تاخد تعمل حسابك فيها. النصيحه الثانيه برضو انك انت لازم تاخدها معاك. الشنطه دي ما تاخدهاش فاضيه. الشنطه ما تاخدهاش فاضيه. ازاي؟ هتجيب معاك جزازه ميه، جزازتين ميه ساقعين، تمام، لان الجو هيبقى صعب عليك وانت هتاخر في كشف الطب ده، فلازم تاخد معاك ميه، تاخد معاك اكل لان اليوم هيبقى طويل شويه، تمام. فبرضو حاول انك انت تاخد حاجات مش كتير قوي عشان برضو ما تشيلش حاجات كتيره وتتعب نفسك، تمام. وفي نفس الوقت خد حاجات على الكد كده تقضي بيهم يومك وخلاص، تمام. علبه زبادو، اي حاجه كده تنشط الدم، ولازم تاخد علبه زبادو معاك، يا زبادو يا اي حاجه كده تنشط الدم. ماشي يا رجاله، يعني حاجه تكون يعني مش مضره. ماشي. خليك في الميه، لازم تشرب ميه كتير عشان التحاليل لما يكشف عليك في معمل التحاليل ان شاء الله ما يلاقوش الاملاح موجوده عندك بنسبه كبيره، فالميه دي هتعوض الاملاح. فانت اشرب ميه كتير في اليوم ده بالذات، لازم تشرب ميه. خد جلسين ميه، انت شربت في انت وخارج، انت وماشي كده اشرب، انت راكب توك توك ومصر اشرب ميه. ماشي يا صاحبي. دي تاني حاجه تخلي بالك منها، لازم تخلي بالك منها. شرب الميه دي حاجه مهمه جدا 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 عشان التحاليل. ماشي يا رجاله. الحاجه الثالثه اللي هتكلم عنها النهارده برضو او النصيحه الثالثه في الفيديو ده، واللي هي امنع اي حاجه ممكن ان هي يكون فيها نسبه كحول. اي حاجه فيها نسبه كحول زي الريد بول، عشان في ناس كتير بيقول لك الريد بول هتديني طاقه ومش عارف ايه والشغل ده. اي حاجه زي كده حاول انك انت تمنعها خالص قبل المعمل التحليل ده او قبل الكشف الطبي، سوري. الريد بول او الحاجات زي كده ما ينفعش انك انت تشربها قبل ما تدخل الاختبار. ماشي يا رجاله. والسجاير تمنعها خالص، يعني حاول انك انت تبطلها خالص في فتره الاختبارات دي بالذات، عشان خاطر الطبي وعشان خاطر الرياضي وعشان خاطر الطب المتقدم او اسمه الطب المتطور لما ربنا يكرمك وتوصل له باذن الله قبل الهيئه. ماشي يا رجاله. دول اهم 3 نصايح لازم تخلي بالك منهم لو انت باذن الله داخل على الكشف الطبي لما ربنا يكرمك باذن الله، تمام، وداخل على الكشف الطبي. ماشي يا رجاله. انا برضو في فيديو هصوره لكم ان شاء الله. الفيديو اللي جاي ده هيتكلم عن ميعاد النتيجه ان شاء الله امتى، تمام، وباذن الله ايه الحاجات اللي هتعملها لو انت نجحت والحاجات اللي انت بتعملها لو انت لا قدر الله سقطت، تمام، في كشف التناسق الاملاء. ماشي يا رجاله. ربنا يكرمكم يا ابطال واشوفكم كده من المقبولين في معهد ضباط الصف المعلمين، ويا رب كل نشوف حاجه فيكم نحققها ان شاء الله. بالتوفيق ليكم يا رجاله.